السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو. فيديو النهارده انا جاي لك فيه تحويل شاشه الكمبيوتر العاديه خالص دي شاشه تقدر حضرتك تعتمد عليها في تشغيل الريسيفر. طبعا زي ما انت شايف اللي قدامي ده تيفي بوكس. التيفي بوكس ده وظيفته اللي هو يحول الشاشة اللي هي العادية خالص او LCD بيبقى موجود فيها اللي هو وصلة الفيجا دي، تمام، بيحولها ل تلفزيون حرفيا اصلا، لان اصلا بيبقى عندك اوبشن هنا انك تشغل تلفزيون ارضي. لو عملت له انتنة يشتغل معاك تلفزيون ارضي عادي يعني، تمام. ولو جيت برضو حضرتك تبص هتلقى وصلات اللي هم التلات الوانات دول اللي بتوصله في اي ريسيفر عندك هتلاقيهم موجودين، تمام. طبعا التيفي بوكس بيجيله ريموت، ده عشان التلفزيون الارض اصلا يعني، ده الريموت ده معمول المفروض عشان يشغله وعشان التلفزيون الارض في نفس الوقت، وبيجي معاه ادابتور بالشكل ده، تمام. المفروض ان انت بيبقى عندك التيفي بوكس ده بيبقى فيه سماعات داخليه، تمام. يعني لو انا وصلته مثلا وليكن بالشاشه اللي قدامك دي، لو وصلته بالشاشه اللي قدامك دي هيشتغل معاه تلفزيون عادي وهيطلع صوت، يعني مش هتضطر انك توصل له مثلا سماعات خارجيه من الريسيفر الخارجي او كده، لا ده فيه صوت. الجميل في التيفي بوكس ده انه فيه صوت. كمان في حاجه التيفي بوكس ده الكونفرت اللي حضرتك شايفها دي ممكن برضو حضرتك تشغلها وتوصل على جهاز الكمبيوتر بتاعك، يعني عادي انت بالنسبه لك الموضوع شغال. يعني ده يشتغل تيفي بوكس ويعني يشغل تلفزيون ويشغل جهاز الكمبيوتر بتاعك في نفس الوقت. كل اللي انت بتعمله بتحول ما بين الاتنين، مثلا من الزرار ده او الزرار ده مش فاكر واحد فيهم بقى، بتحول ما بين الاتنين، يعني بتحول ما بين الويندوز وجهاز التلفزيون بالكلام ده كله. ده طبعا كان فيديو تعريفي كده عن التيفي بوكس، اتمنى ان يكون عجبك، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهدة.